اخذ 100. مش 100 ريال، 100,000. 100,000 كثير علي. لا أول مرة أمسك 100,000. أقسم بالله إنها هلا مسكت 1000 بكيت، 1000 ريال بكيت. بغير ملابسي، بتغير شكلي، بعيش زي الناس. تخيل يا أستاذ عبد اللطيف كل هذه الإنجازات والجوائز والشهادات والدروع، وعلشان أقدر أعيش اضطريت إن أنا أرسم أبيع الفن حقي ب 100 ريال يمني. تمزح؟ لا والله ما أمزح. خاطرك مجبور. سلام، حياكم الله. أهلا بكم في حلقة جديدة على الماشي من سلسلة خاطرك مجبور. في حلقة اليوم بنركز على الباعة المتجولين أو اللي يبيعوا أشياء بسيطة بمبالغ بسيطة. باختصار لا تشتري القطعة بل اشتري الفكرة اللي جعلت هذا الشخص يبيع هذا الشيء البسيط. عجبتني بس أنا نسيت الفلوس يا غالي. ماشي، فتحنا لقى حرام ما استفتحنا بفلس. وحط نفسك مكانه أول ما يرجع البيت عشان يلبي احتياج أسرته، وركز ليش هو واقف طول اليوم تحت الشمس وليش بيحاول يقنعك عشان تشتري منه. وأكيد ما نعرض لكم إلا الشيء الإيجابي. عادي نصور. أهلا وسهلا. عادي. قال يمه والله خليها. حسابك تقريبا 100 دعوة، يعني ادعي لي فيها. كم تشترين؟ بعد الصايم 100 200 كم هن؟ ب100. ب100. ايوه يا قلبي. قولي 100,000. يو ادي لك من مخازن الملان، رد عليك رب العالمين. الله بعد بشتري منك بهذا. ربي يفرح قلبك يا قلبي ابني. شل. مش كلتها. ها؟ مش كلتها. حرام طب. بناتي. يا غالي. السلام يا طيب، الله تعالى. الله معك. وهذه لك. والله العظيم انه حق علاج للبنت. هذه حق عليك 3 أشهر. مش 100 ريال، 100,000. 100,000 كثير علي. والله فرقت علي هم. كم تشتي عشان ترجعي تشتغلي؟ 7000. 7,000. يو شكلك طيب يا محمد، انت من الجنة يا محمد. بس شوف أنت الآن مقلبتني، أنا منتظر رسمتي. هو شوف صعب رسم الملائكة. بس أنا حلف. انا حلف بالله واني صائمة. صايمة. ايوه والله يوفقك. وفي رحلة هذه الحلقة قابلنا مع أكثر من 27 بائع متجول، بس واحد من الأشخاص اللي قابلنا معاهم حسينا بأنه كان في المكان الغلط والوقت الغلط، وحبينا ننقل لكم رسالة. ارسمك ما تفعل أنت. الشارع، ارسم الناس الشوارع، يعني ايش تدخل في وضع المجتمع، ايش بصير المجتمع كيف عايش. الله عليك، الله عليك. كذا ارسمهم على إيش طبيعة. درست أنت؟ ها؟ إيش درست؟ فنون جميلة. فنون جميلة. هذه قبل السنة. عادي نصور. اهلا وسهلا. عادي. أها. يلا بسم الله. حياك. طبعا لو كان لبست كمان ما كان افضل عشان اشوف تاريخ ميلادي بعيوني. تاريخ ميلادك؟ يا سلام. بعد إذنك بس بطرح المايك هنا بس. كم تاخذ على الرسمة؟ 100 ريال. 100 ريال. الشعب وضعه صعب. الشمس بس بتضرك. لا بالكوفي، لا عادي. انا لا بالنسبة لي شمس. لا عادي، انا متعود. اوريك المفاجأة. جاهز؟ جاهز. بسم الله يلا. هات. تفضل. خاطرك مجبور، الله يجبر خاطرك. انت كنت ترسم صورتي ولا لا؟ هذه معنوية. معنوية. معنوية لانه انت ترسم في القلب اصلا، كيف ترسم في اليد؟ افدي قلبك. الله 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 الله. بس شوف انت الان مقلبتني، انا منتظر رسمتي. هو شوف صعب رسم الملائكة. يا اخي تصدق اروح. لا مش طبعا. البشر يرتسموا عادي. صعب. يا اخي فنان والله. والله على راسي. تحفظ من الشعر شيء؟ هو شوف انا لو جلست اتفرج على عيونك لمدة شهرين بطلع شاعر. انا مش شاعر، انا الله رسام. الله 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 الله. انا رسام. باذن الله نشوفك في يوم من الايام حاجه كبيره في المستقبل ان شاء الله يا رب. ودعواتك. الان كم حسابي؟ حسابك تقريبا 100 دعوة، يعني ادعي لي فيها. و100. من ايش تقرا انت؟ انا بنشوف لا حسابي الفاتورة. لا مثل ما تحاسب الناس، انت كم تاخذ قلت؟ اخذ 100. 100. مش 100 ريال، 100,000. 100,000 كثير علي. لا أول مرة أمسك 100,000. اقسم بالله انها هلا مسكت 1000 بكيت، 1000 ريال بكيت. 100,000 حتى يغمى علي. والله تستاهل مليون. هذا قليل بحقك والله. هذا تعمل لي دور كبير. بغير ملابسي، بتغير شكلي، بعيش زي الناس. حبيبي الله يسعدك. اتمنى كنا نلقاك يعني في وقت اخر كان ان شاء الله عادي. وتكون المكافأة اكبر. يكفي جوياتكم انتم اكبر الله. مكافأة لي. الله. توصلوا بالسلامة. في الحقيقة هذا الشخص أذهلني بفلسفته العميقة،
وحبينا نرجع له بمكافأة بسيطة، لكن للأسف العثور عليه كان صعب جدا، فاضطريت إني أنزل صورته عشان أعرف اسمه وعنوانه. وفي رحلة البحث عن هذا الشخص انذهلت من الماضي العميق والعريق لهذا المبدع. هذا تعمل لي دور كبير، بغير ملابسي، بتغير شكلي، بعيش زي الناس. اليوم أنت منور. والله أحلى لحظات جميلة عشتها معاكم، والله لحظات روعة لا أنساها طول عمري. طبعا أخي سمير، أنا دخلت على جوجل بحثت عنك، فانصدمت من الماضي الكبير والمشرف لشخصيتك يعني. فأنت خريج فين يا سمير؟ أنا خريج مصر فنون جميلة 2007. أنت شاركت في مشاركات دولية؟ وأنا لي 6 مشاركات دولية، أهمها كانت مصر. حصلت فيها على درع الجامعة العربية المرتبة الأولى من السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية. الله. كانت كمان حق قطر، جيت فيها المرتبة الثانية، واستضافتني قناة الجزيرة للأطفال. يا سلام. أيضا الخرطوم اللي كانت مستضافة دولة السودان، جيت فيها المرتبة الثانية برضو. وحق فرنسا جيت في المرتبة الأولى، تكرمت فيها من السيد الرئيس جاك شيراك، رئيس فرنسا. أيوة الرئيس الفرنسي. فجيت فيها المرتبة كنت الأولى. ممثل اليمن ولا بتمثل شخصية سمير الكارثي؟ أنا كنت ممثل اليمن. يا سلام عليك. لا، وجيت فيها المرتبة الأولى. أيضا كانت روسيا لها جانب أيضا من مشاركاتي اللي شاركت فيها، وللأسف الشديد أني ما سافرت، وإنما قدمت لوحاتي الأعمال الفنية لهناك، لأني وصلت بعد آخر مشاركة لفرنسا تدهورت أوضاعي بشكل مرعب، وشارك لوحاتي فقط. اليابان سافرت فيها طبعا. بس للأسف الشديد كانت المشاركة عبارة عن حدث عالمي يتكلم فيها عن شخصية كرتون عربية، وأنا شاركت بشخصية كرتون عربية اسمها علي ولد زايد. يا سلام. شخصية كرتون، شخصية علي ولد زايد، أيضا وريقة الحنة، الشخصيات الشعبية اليابانية. وريقة الحنة. فكان الحدث أنهم يخترعوا شخصية جديدة تنافس شخصية والت ديزني. تخيل يا أستاذ عبد اللطيف كل هذه الإنجازات والجوائز والشهادات والدروع اللي حصلت عليها والمقابلات الصحفية والتلفزيونية وصلتني إلى مستوى أن أنا أمر في الشوارع أرسم الناس من 100 ريال، من شخص لشخص، من سيارة لسيارة، يعني حتى المسافة الطريق اللي أمشيها مسافة طويلة جدا، يعني لو تقدر تقارنها من حجز لباب اليمن ذهابا وإيابا. أنا ما ألومش مجالك الشخصي ولا بقول لك ليش تخصصت في هذا المجال، قد يكون مش مناسب، لكن هي تظل فطرة فيك. فمن منظور آخر، بائع الأغاني بيكسب فلوس وبائع الماء بيكسب فلوس، بس بائع الماء بيكسب أجر لأنه بيسقي الناس. لكن مجالك يا سمير أنت استخدمته في الجانب الخير، يصل ثقافة بتنافس العالم بشخصية علي ولد زايد في ديزني وما حد عارف عنك، ومع ذلك أنت الآن يا سمير بتبيع لوحاتك الفنية ب100 ريال. علشان آكل لقمة عيش وعلشان أقدر أعيش اضطريت أن أنا أبيع الفن حقي ب100 ريال يمني، فرسم الناس يعني من 100. كم لك من يوم ما فقدت بطاقتك الشخصية؟ للآن تقدر تقول 3 سنوات. طيب. لأنه أنا بسبب أن كنت أنام من لوكندا إلى لوكندا، كنت أنام في الشارع قبل اللوكندات، يعني بعد وفاة جدي وجدتي. أيوه، بعد وفاة جدي وجدتي هم اللي يربوني طبعا، لأن طيب. أبي وأمي انفصلوا وأنا صغير. إيش رأيك اليوم نقطع لك بطاقة شخصية؟ والله لي الشرف، حاجة كبيرة، شكرا والله. الآن احنا بنشوف أي محل قريب استوديو تصوير، تمام، بنطلع لك صور 4x6 عشان نتوجه إلى الأحوال المدنية إن شاء الله، ونقطع لك البطاقة. جاهز؟ على راسي جاهز. يا شباب شوفوا أي استوديو قريب أو طباعة أوراق مستندات عشان نبدأ نجهز الإجراءات. هذا كشك تصوير تقريبا. كشك تصوير؟ أيوه. يعني مش محل؟ لا. بحصل فيه طباعة أوراق ومستندات. ننزل نشوف. بس احنا نشتي صور 4x6. لا موجود تصوير كمان. يعني في كاميرا داخل؟ ايوه. بعد اذنك يا سمير بننزل انا وانت هنا الكشك هذا، بيقول لك فيه آلة تصوير وفيه كمان طباعة وكمبيوتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ اهلا وسهلا، حياكم الله. بعد اذنك يا اخي نشتي نصور الاخ 4x6. على طول يا غالي ممكن. تعال عندي كيف موجود؟ من وين الكاميرا؟ الكاميرا عندي موجودة هنا. كمان طابع، عندي لابتوب. ما شاء الله. اكيد نعم. والطابعة موجودة؟ نعم اكيد. ورسام كمان. ورسام كمان؟ نعم. ايش عرفك؟ رشوة اللوحة. طيب هذا اشوف شكله متنقل معتوار، صح؟ اكيد، هذا متنقل بنستخدمه في المرافق الحكوميه، وكمان نستخدمه في المحاكم، المدارس، الجامعات. الله الله، يعني متنقل، ما رايك؟ جدا، حاجة حلوة. حاجة حلوة. طيب الكهرباء كيف توصلها؟ عندي طارق مسيح. ها؟ عندي بطارية، عندي منظم. الالواح فوق تشحن على طول. اكيد. بعد اذنك بندخل الاخ تفعل له صور 4x6. يعيش الهم ما يشكو
ولا يعدي عليهم دور. هنا لابد نتراحم بوقفة تجبر المكسور. انت تعرف من صاحب المحل هذا؟ طيب هذا اللي كان هنا قبل شوية. اللي كان هنا قبل شوية ما هوش حقه. أقول هذا احنا فصلناه وعملناه واشترينا هذه الادوات وجهزناها كمشروع صغير لك يا سمير. هذا احنا فصلناه وعملناه واشترينا هذه الادوات وجهزناها كمشروع صغير. تمزح؟ لا والله ما امزح. مش قادر عليه، عالم كبير هذا. شوف يا سمير، انت تستاهل شركة تصوير وشركة عالمية. انت دخلتني عالم انا مش قادر عليه، عالم كبير هذا. ايش اللي عالم كبير؟ انت تستاهل اكبر والله. هذا قليل بحقك يا سمير. سمير مش قادر، مش قادر اتكلم. الله المستعان. والله أول مرة في حياتي ينزلون دموعي، حتى بي ما حنزلنيش دموعي لما حضنته. اجلس اجلس اجلس. اللي واجهتهم كلهم شياطين كملائكة، ما قد شفت الا انتو. بتوقعت. ها؟ والله بتوقعت. ما توقعت. اجلس لانه باقي معنا حاجة ثانية. هذا بيكون ان شاء الله ايجار، لانك انت قلت ما فيش معك مكان تجلس فيه، بتخليه ايجار بالتقسيط كذا فترة كبيرة ان شاء الله، على بال ما انت تقدر توقف على يعني رجلك. هذا زيادة كده كفاية المحل. لا والله انه قليل بحقك. تفضل. وهذا كمان مصروف بسيط يعني بينفعك اذا نقصت حاجة او شيء. طبعا ستاند الرسم موجود بالمخزن. أنا آسف، مش قادر أتكلم أصلا، مش قادر أعلق. ما مش ولا حرف قادر يخرج أصلا. طيب شوف الموتور هذاك يا سمير الجديد اللي هناك، الموتور هذاك شايفه؟ ها؟ هذا كمان هدية لك تكون تتواصل عليه. أوه. والله كفاية يا أستاذ عبد اللطيف، كفاية، مش قادر أتكلم، كفاية والله. والله خلاص هذا زيادة. هذا يعتبر بالنسبة لي حلم مستحيل أوصل له. وصلت له. انت يا سمير الآن لازم تبدأ تنطلق في مشروعك أمام المدارس، أمام الجامعات، أمام المرافق الحكومية، تشتغل كطباعة، لأنه هذا العمل صراحة أنا شايف أنه بيدخل رزق. الله يشكرك يا أستاذ عبد اللطيف، أشكر الطاقم كامل أقسم بالله. الله المستعان. الله المستعان. قيل أن الإبداع يولد من رحم المعاناة، فماذا لو زادت المعاناة أكثر من حدها؟ بالتأكيد سيولد التميز. نراكم على خير، دمتم في رعاية الله. نراكم على خير. ما يبتلي الله سوى المؤمن ويلقى الجزاء بقدر إيمانه، ومصبر ذنب بلا حسان ربك يجازيك بإحسانه. ما يبتلي الله سوى المؤمن ويلقى الجزاء بقدر إيمانه، ومصبر ذنب بلا حسان ربك يجازيك بإحسانه، ربك يجازيك بإحسانه.